السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد فاروق، معالج ريفلكسولوجي، سعد المصري. النهاردة نتكلم في حلقة بعنوان فلنتحمل مسؤوليتنا للحفاظ على صحتنا. يهدف العلاج بتدليج نقاط الانعكاس على القدم إلى علاج الجسم ككل، ويسعى للوصول إلى السبب الأصلي للمرض وعلاجه، وليس مجرد علاج الأعراض فحسب. وللحصول على أفضل النتائج من هذا العلاج يجب على العميل أن يساهم فيه بإيجابية. وفي نهاية الأمر فإن ممارسة العلاج بتدليج القدم ليس مسؤولا عن صحة العميل. وكذلك في جميع العلاجات الشمولية يكون التركيز منصبا على تحمل الإنسان لمسؤوليته عن حالته الصحية. وأما في الطب الغربي السائد فإن هناك اتجاها لإلقاء المسؤولية على عاتق الطبيب، وتوقع أن يقوم بنفسه بعلاج جميع الأمراض وشفائها، وهو أمر شاق عسير. ويعد المرض نتيجة مباشرة لأفكار الإنسان وأفعاله، فعقل الإنسان شديد القوة والنشاط ويؤثر على جميع خلايا الجسم، وهذا يسبب تغيرات كيميائية واضحة. ولا شك أن العواطف والانفعالات السلبية مثل القلق والحزن والخوف والانزعاج، وهي واسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، وتسبب للإنسان مضاعفات سلبية. وتقول يونس إنجهام، وهي إحدى الشخصيات البارزة في مجال العلاج بتدليج القدم الحديث: لماذا تسمم جسمك بالأفكار السامة؟ لماذا تسمم جسمك بالأفكار السامة؟ وكم هي محقة في تساؤلها. فالتوجهات السلبية لا تساعد على الشفاء، ولكن التوجه الإيجابي يسير بك طويلا في سبيل الحصول على الصحة والعافية للجسم والعقل والحفاظ عليهما. وبالنسبة لمن يعاني المرض عليه أن يتمسك بالإرادة القوية للتخلص من المرض، وأن يقوم بدور إيجابي في علاجه. وأما ممارس العلاج بتدليج القدم فيتمسك بأهداف الرحمة والشفقة ورعاية المريض، ويكرس عمله في سبيل رفاهية الإنسان وسعادته. ولكن ليس بوسعه أن يضمن لأي إنسان أن تتحسن صحته، فهذه مسؤولية يجب أن يتحملها العميل. فمن المهم للغاية أن يشعر ذلك العميل بالرغبة الأكيدة في التخلص من مرضه حتى تؤتي العملية العلاجية ثمارها المرجوة. آلة الجسم. يجب أن يفهم الناس الذين يخاضون في معترك الطب التكميلي أو البديل أنه لا يوجد شيء يحقق الشفاء الفوري، بل إنها عملية علاجية، وأغلب الأمراض استغرقت وقتا حتى ظهرت، أخذت وقت طويل حتى ظهرت، وبالتالي تحتاج إلى وقت حتى يتم القضاء عليها. ويتميز الجسم البشري بمرونة مذهلة، وغالبا ما يكون قد مر بمرحلة طويلة، وتعرض لقدر هائل من الإهمال وسوء المعاملة الصحية قبل أن تظهر عليه أعراض المرض وعلاماته. ويمكن أن يستجيب للعلاج بشكل جيد للغاية إذا عُمل برفق وعناية. وإذا نظرنا إلى الجسم البشري كآلة فمن المؤكد أنها آلة عظيمة حقا، سبحان الخالق، إذ تتركب من آلاف الأجزاء التي تعمل معا حتى يؤدي الجسم وظائفه في أفضل مستوياته المثالية. نكمل في حلقة قادمة إن شاء الله في هذا الموضوع. كان معكم سعد المصري، معالج ريفلكسولوجي. للتواصل هاتفيا 012 36 90 535 عن طريق الإيميل سعد_أستاذ_online@yahoo.com. وأحيي جميع مشاهدينا في أنحاء العالم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.